بعد تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون في أول جولة من تصفية كأس العالم 2018 لم تمر إلا ساعات قليلة حتى تفاجأ الشارع الكروي الجزائري بخبر تنحي الناخب الوطني الصربي ميلوفان رايفاك من منصبه. ورغم الانطلاقة القوية للمدرب الصربي الذي بدأ مهامه مع الخضر قبل 3 أشهر بتحقيقه فوزا كبيرا في أول مباراة له أمام ريزوتو بسداسية نظيفة، إلا أن مشاكله مع اللاعبين بدأت منذ توليه العارضة الفنية للمنتخب. مشاكل برزت أكثر بعد إعلانه عن التشكيلة التي اختارها لبدء مباراة الكاميرون، تشكيلة خلت من اسمي سفيان فغولي وياسين براهيمي البعيدين عن المنافسة مع نادييهما. Donc le gros problème, je pense, de tout ce staff et de tout ce que l'on va commencer à déballer, etc., ça a été la communication. Il faut pouvoir communiquer. Le foot, c'est une activité collective, une aventure collective, une aventure humaine. Si vous ne pouvez pas communiquer avec les personnes qui sont avec vous, c'est quand même très difficile. Après, que des joueurs montent au créneau pour changer le coach, c'est pas très élégant. قرار لم يتقبله الكثير من المتابعين، خاصة وأن الفريق الوطني مقبل على استحقاقات هامة في الفترة المقبلة، أولها مباراة الجولة الثانية من تصفية كأس العالم أمام نيجيريا الشهر المقبل، فلا خيار أمام الاتحادية الجزائرية إلا إيجاد مدرب مناسب يقود المنتخب في الفترة المقبلة. فمن سيكون هذا المدرب المناسب يا ترى؟